القاسم رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، فقدنا فيه رفيقا متميزا أيضا. نترحم على كل من مر من هنا وغادرنا إلى الحياة الأخرى، ونتمنى من كل أعماق قلوبنا حياة سعيدة للأحياء، حياة مهنية، حياة أسرية للزملاء والزميلات المعلمين والمديرين والمفتشين اللي تقاعدوا، ربي يبارك لهم في صحتهم، واللي ما زالوا خدامين نقول لهم ربي يعاونكم في الخدمة تاعكم، ربي يقدركم. وكما قال ابراهيم عساس، التعليم لا يشعر بمكابدته إلا من يمارسه. ما يشعرش بالشيء بس بالصعوبة نتاعو إلا الإنسان اللي يمارسه. إبراهيم، نتمنى لك تقاعدا مريحا، نتمنى لك صحة وعافية، نتمنى لك بقية عمر مريح بالصحة والهناء. مرة أخرى أقول للجميع شكرا للناس اللي يتذكرونا احنا المتقاعدين ويعيطونا في المناسبات كما المناسبة هذه. شكرا للطاقم التربوي لهذه المدرسة الكبيرة المتميزة اللي فيها طاقات كبيرة، ولكن في بعض الأحيان المنطقة نتاعنا الطاقات نتاعها تكون مغيبة لخاطرش ما يشعارف احنا ما نبينوهمش، والا هما ما يحبوش يظهروا. لا راهو عندنا طاقات كبيرة في الجهة، في المدرسة، في المقاطعة، في الثانويات نتاعنا، في المراكز التقليدية، فلتبرز هذه الطاقات ولتتفوق ولتظهر تفوقها. ما كنتش على بالي باللي الأستاذة بارو النور حتى هي ماشية للتقاعد، حتى إذا كان قالوا لي ما تذكرتش أقول لها مبروك عليك التقاعد. وهي أيضا من خلال تعاملي معها كأستاذة أقول بأنها كانت أيضا من المتميزين في المدرسة وفي المقاطعة رغم الظروف الصعبة، إلا أنها كانت تتحدى وتتحدى. ربي يرزقك الصحة والعافية، ربي يبارك لك في التقاعد فيما تبقى من العمر.